السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات ربة بيت. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. رمضان كريم، تصوموا بصحة والهنا إن شاء الله. حبيت نطلع عليكم بأول وصفة في رمضان لهذا العام. حاجة حلوة إن شاء الله ربي يحل أياماتكم. بسبوسة بذوق البرتقال. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتبعوا معنا الفيديو الاخير باش نتعرفوا على الطريقه والمقادير. وقبل ما نبداو ما تنساوش الجام والبارطاج مع الاحباب الاصدقاء لتعم الفائده وتكبر القناه بكم. اول حاجه راح نبدا هنايا نحضر الشاربات. في كاسرونه درت كاس ونص تاع السكر عادي حبيبات، راح نزيد عليها 3 كيسان تاع الماء. والكاس اللي كيلت به هو السعه تاعو 200 حتى 220 مليلتر. راح ندير هنا لي طرونش تاع حبات شينا، قصيصها طرونش ونحطها فوق النار، نحركو حتى يذوب السكر. ومن بعد ما يبدا الغليان نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه نخليه يبرد. وكي يبرد بدرجه حراره الغرفه انا حطيته في الثلاجه باش يكون بارد مليح. نجي نحضروا البسبوسه تاعنا في اناء. هنايا كسرت 4 حبات بيض، الحجم تاعهم يعني متوسط، ما هو كبير ما هو صغير. نضرب ودرت لهم قرصه تاع ملح اللي هي ضروريه باش تعادل لنا النكهه. نضرب شويه ومن بعد نزيدو كاس تاع سكر حبيبات مع مبشور حبه برتقال. نضيفو هنا ملعقه تاع فانيلا ونضرب المكونات مليح بالضراب الكهربائي حتى نحسو انه حبيبات السكر دابت معنا والخليط تاعنا يبيض نوعا ما. وتقدروا تستعملوا الضراب اليدوي. نجي هنايا نضيف كاس تاع زيت نباتي بالتدريج مع يعني التحريك، ولا نضربه بالضراب الكهربائي. كل ما تختفي كميه الزيت نزيدو نضيفو كميه اخرى حتى نخلصوا الكميه كامل. وهذه العمليه يعني مهمه وضروريه باش يعني تنجح معكم الوصفه. راح نضيف هنا عصير برتقال. العصير هنا عصير طبيعي، انا عصرت برتقال وعلى حسب يعني الحبات تاع البرتقال تاعكم صغار ولا كبار، المهم تعصروا وتصفيوه حتى تكمل لكم كاس. ونضيفوه ايضا بالتدريج مع التحريك المستمر. وهنا اللي ما يحبش النكهه تاع البرتقال تكون قويه يقدر يدير نص كاس برتقال مع نصف كاس حليب. نضيفو هنا كاس تاع جوز الهيد ونضرب ايضا بالضراب الكهربائي حتى تنسجم المكونات مع بعضها البعض. سعة الكاس هنايا هي نفسها اللي بديت بها الشاربات، يعني 200 حتى 220 مليلتر. راح نضيف هنايا المواد الجافة اللي هو السميد يكون متوسط. نضيفو هنا كيسين خميرة الحلويات، وزن الكيس 10 غرام، ونغربلوهم باش يعني نتفاداو انه يكونوا كاين حبيبات في الخميره يعني ساعات يكون فيها حبيبات وكان ما تغربلوهاش قدره ما تذوب بالكمش هذيك الحبيبات وكي طيب لكم هذيك الحاجه وتاكلوها تلقاو الحبيبات مازالوا كيما راهم في العجينه تاعكم. نضيفوا الكاس الثاني. دائما كما نقولوا المكونات الجافه نغربلوهم، نضربوا بالضراب الكهربائي حتى تنسجم المكونات، يعني بمجرد ما يختفي معنا السميد نتوقفوا. ما نبالغ هنايا في المرحله هذه، ما نبالغوش بالخلط بالطريقه هذه. هنا راح نتوقف ونجيب سباتول ونهبط الجوانب تاع المكونات تاعنا. شوفوا هذا هو القوام اللي راح تحصلوا عليه، راح تحسوا بلي يعني شويه جاري. راح نغطيوه ونخليوه يرتاح من 4 ساعة حتى نصف ساعه. هنا السميد راح يزيد يتشرب السوائل وراح الخليط يتقال معنا. شوفوا هنا من بعد ما ارتاحت معنا هذا الخليط كيفاه تقال نوعا ما، يعني ولا يشبه قوام الكيك. في صينيه انا كنت دهنتها بالمارغرين. راح نفرغوا هذا الخليط. ابعاد هذه الصينيه هي 30 على 24 سنتيمتر. والفرن ديجا كنت سخنته يسخن من قبل على 180 درجه مئويه. نوزعوا الخليط بالتساوي باش تجينا يعني البسبوسه تاعنا
يعني العلو تاعها متساوي على جميع انحاء الصينيه. وانا هذه الصينيه جاتني سوا في العلو تاع البسبوسه، جاتني مليحه. نخلطوا الصينيه بالطريقه هذه باش يعني يخرج منها الهواء، وندخلوها طيب حتى تاخذ لون ذهبي من فوق ومن تحت. انا يعني ما شعلت لهاش من فوق، خليتها طابت حتى دات لون ذهبي كيف. انا من بعد ما طابت النار وهي سخونه والشربات شوفوا بارد، كنت حطيته في الثلاجه. نشربوا البسبوسه تاعنا. انا هنايا دخلت الكميه كامل تاع الشربات، يعني دات الكميه كامل، ونخليوها تشرب يعني ليله كامله. من الافضل ليله كامله، هي نفس كما القلب اللوز، ولا اقل حاجه يعني 6 سوايع. هذه البسبوسه راح تجيكم منعشه، يعني غنيه بذوق البرتقال. جربوها، واكيد اللي مازال ما جربهاش اكيد راح تعجبو الوصفه. هنا راح نزينها انا بشويه تاع نواه كوكو من فوق، ندردر عليها نواه كوكو، نقطعها. انا قطعتها هنا على عطاتني 4 في 3، عطاتني 12 قطعة. درتها على شكل مربع، نتوما تحبوا ديروها كما تحبوا الشكل اللي تحبوه، تقدروا ديروها مستطيلات ولا كيما هكذا مربع. ومن بعد في كل حبه نديرو هادو كان لي طرونش اللي حطيتهم على الشربات، ما طيشتهمش، قطعتهم بالطريقه هذه وزينت بهم البسبوسه نتاعنا. وراح نقطع معكم قطعه باش تشوفوا البسبوسه تاعنا كيفاه جات من داخل. جات خفيفه هشوشه وغنيه بذوق البرتقال، منعشه، توالم سهرات الرمضانيه. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. اللي اول مره يشوف القناه نقول ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل تصلك كل الفيديوهات الجديده اللي نحطوها على القناه. وما ننساش نرحب بالمشتركين الجدد معنا في القناه. ان شاء الله يعجبكم المحتوى اللي نقدموه. شوفوا هنايا كي نقرب لكم كيفاه جات معمره بالثقوب، خفيفه هشوشه، ونوا كوكو هذا كيزيد يعطيها خفه وهشاشه. يعني وما راحش يبان الكو تاعو بزاف، يعني اللي مثلا ما يحبوش نوا كوكو ولا ما راحش يكون الكو تاعو طاغي. الذوق الكو اللي يكون طاغي هو ذوق البرتقال. شوفوا كي نقص معكم كيفاش فتيه هذه البسبوسه. جربوها في رمضان هذا بما انه ما زلنا في موسم البرتقال. والى هنا نصل الى نهايه الفيديو. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير، مع السلامه.